السلام عليكم. يلا نعمل بيتزا فراخ. جبنا صدور الفراخ قطعناها حتت صغيرة، جبنا الفلفل الألوان غسلناه وقطعناه حتت صغيرة، جبنا حوالي كيلو إلا ربع بصل قطعناه وحطيناه على النار يتشوح مع ملح وفلفل وقرفة وبابريكا. جبنا كيلو دقيق وخميرة وملح وعجناهم وشوية لبن وعملناها وسبناها تخمر. شوحنا البصل على النار، وبعدين جبناه وضفنا عليه الفراخ المتقطعة ورجعناه تاني على النار شوحناه، وبعدين ضفنا عليه الفلفل الألوان ورجعناه على النار. عملنا البيتزا بعد ما خمرت العجينة قطعناها وحطيناها في الصواني، وحطينا الحتة الكبيرة في الصاج زي ما انتوا شايفين، ودهناها بالصلصة والزيت، وبعدين ضفنا عليها المكونات وحطينا عليها الجبنة على وش البيتزا زي ما انتوا شايفين كده. بعدين دخلناها الفرن، قطعنا عليها قرن فلفل صغير بردك قبل ما ندخلها الفرن، وبعدين دخلناها الفرن على درجة حرارة 170 لمدة ربع ساعة. طلعناها وقطعناها وحطيناها في الطبق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ومتنسوش اللايك الحلو منكم والتعليق الجميل والاشتراك في قناتي بنت العمدة أم يوسف. سلام عليكم.